أهلا بيكم. فيلم أهل القمة واحد من أفضل 100 فيلم في السينما المصرية. الفيلم من إنتاج سنة 1981 ومن إخراج علي بدرخان، والقصة للكاتب الكبير نجيب محفوظ. أهمية الفيلم جاية من إنه بيعرض التغيرات الكتير اللي حصلت في مصر بسبب الانفتاح الاقتصادي، وإن ناس كتير مستوياتها اتغيرت في الفترة دي، وكأن الفيلم توثيق لحالة وفترة مهمة قوي في تاريخ الحديث لمصر. بيبدأ الفيلم واحنا شايفين الضابط محمد وهو ماشي بعربية الدورية، وبيقف فجأة وبيشاور للعساكر يقبضوا على واحد بيسرق، وبيكون زعتر النشال، ولكن بيعرف يهرب منهم بالأتوبيس. بس أول ما بيوصل زعتر لمكان بيته بيكون الضابط محمد مستنيه وبيقبض عليه. وبنروح على سهام اللي بتكون لسه مخلصة شغل مع زمايلها في السنترال، ولما بيتفقوا ويوقفوا تاكسي بدل زحمة الأتوبيس، التاكسي بيرفض ياخدهم عشان معاهم واحدة مليانة شوية. وفي الأتوبيس بنشوف واحد بيتحرش بسهام، بس الناس بتهزق الراجل ده. حتى لما بتنزل من الأتوبيس والصندل بتاعها بيتكسر برضه ما بتسلمش من المتحرشين. بتوصل سهام البيت وبتسلم على أمها ومرات خالها، وبتخش تساعد أمها في المطبخ. ولما بيوصل خالها بيكون هو نفسه الضابط محمد. ولما بيقعدوا ياكلوا بنشوف معاملة مرات خال سهام لأم سهام. ولما بيعاتبها محمد على طريقتها مع أخته وبنتها، بنعرف إنها متضايقة لأن محمد مخليهم قاعدين معاهم في البيت بعد ما بيتهم وقع. وفي نص الكلام بيبص محمد من الشباك وبيجري على الشارع علشان بيلاقي زعتر النشال قاعد قصاد بيته. ولما بيمسكه بيقول له زعتر إنه ما كانش يعرف إن ده بيته، وبيقول له إنه يشوف شغل لأنه لو مسكه تاني بيسرق مش هيرحمه. بعدها في الاسم محمد بيه بيقابل زغلول رجل الأعمال اللي جاي الاسم عشان محفظته اتسرقت، وبيقول له ادينا يومين وهنحاول نوصل للنشال. بالليل بيروح اتنين مخبرين ياخدوا زعتر على الاسم، وبيحاول محمد بيه يعرف منه إذا كان هو اللي سرق المحفظة ولا لأ. بس زعتر بيقول له إنه هيحاول يعرف مين اللي سرق المحفظة خلال 24 ساعة. وبيمشي زعتر من الاسم، وبيروح زعتر على القهوة بتاعت النشالين تاني عشان يستنى زميله اللي سرق المحفظة. بالليل بيروح زعتر لبيت محمد بيه وبيديله المحفظة المسروقة. ولما بيضيفوا محمد بيه بيشوف زعتر سهام وبيبان إنها عجبته. والصبح بيستلم زغلول بيه محفظته وبيدي مكافأة لزعتر، وبيطلب زعتر من زغلول بيه إنه يشوف له شغل حلال لأنه عايز يتوب. وبيديله زغلول بيه كارت عشان يروح له تاني يوم. بتروح سهام لخالها الاسم عشان تقول له إن رفعت اللي عايز يتجوزها عايز يتقدم لها ويقابله. ولما بيقعد رفعت مع خالها ما بيتفقوش لأن ظروف العريس المادية مش كويسة وكمان ما عندوش وظيفة. بنروح لزعتر واللي بيكون بدأ شغله شيال في شركة زغلول بيه، بس زغلول بيقول له إنه عايزه يكبر بدل ما يكون شيال يبقى مساعد ليه، وهيخليه غني ويمسكه شغله في أوروبا. في مقابل إن يسرق حد بعينه كان سرق زغلول قبل كده في تجارة ما بينه وما بينهم، والراجل ده اسمه أبو صالح. ولما بيوصل زغلول مع أبو صالح بيراقبه زعتر وبيمشي وراه لحد ما بيوصل لمكتبه، وبيدخل معاه زغلول الأسانسير وبيسرق الشيك منه. وبيودي زعتر الشيك لزغلول علشان يحرقه، وبيبدأ زغلول يغير زعتر وطريقة لبسه وستايله. وبيمسك شغل زغلول بيه في المينا واللي بيكون شغل مش مظبوط وكله تهريب. بعدها بيمشي زعتر بعربيته ورا سهام لحد شغلها لأنه لسه معجب بيها، وبيروح لها الشغل وهو لابس شيك قوي بحجة إنه عايز يعمل مكالمة. بس وهو واقف بيجي نشال وبيسرق شنطته، وبيروح النشال لقهوة النشالين وبيوريهم الشنطة اللي كانت مع زعتر. بس بيطب عليهم زعتر وبيمسكه، وكلهم بيستغربوا من الشياكة والمستوى الجديد اللي بقى فيه. وبيعرفهم إنه هياخدهم يشتغلوا معاه بس بعد شوية. وفي المطار بتروح سهام عشان تودع رفعت بعد ما قرر إنه يسافر بره مصر عشان يكون نفسه. بس بيطلب منها رفعت إنها تنساه وإن كل اللي بينهم انتهى خلاص. وفي مكتب زغلول بيه بيكون زعتر قاعد سرحان، ولما بيكلمه زغلول بيعرف منه إنه بيحب سهام بس خايف يتقدم لها بسبب ماضيه. لكن زغلول بيعرفه إنه دلوقتي بقى حاجة تانية خالص، وبقى تاجر وغني، وإن الكل يتمنوا إنهم يجوزوه بنتهم. وفي بورسعيد بيكون زعتر بدأ يشتغل مع النشالين اللي كانوا بيشتغلوا معاه زمان، وبيعمل شغل لحسابه. وبيروح زعتر لسهام في السنترال وبتطمن منه على الشنطة اللي اتسرقت منه آخر مرة. وبيحاول يفتح زعتر بينه وبين سهام كلام عشان يقرب منها شوية بشوية. وبعد الشغل بيوصل زعتر سهام وزمايلها. تاني يوم بيروح زعتر تاني يستنى سهام وزمايلها قصاد السنترال، وبياخدهم يوصلهم تاني، بس المرة دي بيكونوا لوحدهم في العربية. وبيعترف لها بإعجابه بيها وبيخرجوا مع بعض عشان يتعرفوا على بعض أكتر. وبيعرفها إنه طموحه يكون أكبر تاجر في مصر. ومع الوقت بيبتدوا يقربوا لبعض أكتر وبيحبوا بعض.
ولما بنروح لمحمد بيه بيكون مستغرب إن كل النشالين اختفوا من المنطقة وعايز يعرف راحوا فين، فبيعرف من القهوجي إن كلهم بقوا شغالين مع زعتر في التجارة. وبيروح محمد بيه للسوق وللمحلات اللي بيشتغلوا فيها عشان يشوفهم بيعملوا إيه، وبيستغرب إنهم إزاي بقوا في مستوى مختلف خلال أقل من سنة بس، وبيشك إنهم بيشتغلوا في التهريب. وبيعرف إن زعتر اتغير خالص حتى اسمه غيره في البطاقة. ولما بيكون زعتر مع سهام بيقول لها إنه عايز يتجوزها، بس مستني يخلص آخر تجارة واللي هتغير مستواه تماما وتخليه أكبر واحد في السوق. بعدها بيقابل زعتر سهام وأمها ومرات خالها، وبيكونوا كلهم موافقين على الجواز بس مستنيين موافقة محمد بيه. ولما تاني يوم بيكون زعتر بيهرب البضاعة بتاعته بيشوف محمد بيه في الكمين فبيرجع ببضاعته مرة تانية. بعدها بيتجمع زعتر مع زغلول عشان يخططوا يهربوا البضايع ازاي. والصبح بتبدأ عملية التهريب، وبتحصل مطاردة ما بين زعتر ومعاه البضاعة ومحمد بيه والبوليس معاه، لحد ما في الآخر بيهربوا بالبضاعة. ولما بيوصل زعتر لزغلول بيعرفوا زعتر إنه هياخد البضاعة دي لحسابه، فبيتجنن زغلول بيه لأن زعتر كده غدر بيه وسرق بضاعته. وبنعرف إن زعتر من النهاردة قرر يشتغل لحسابه. وبيروح تاني يوم زغلول لمحمد بيه وبيقول له إن زعتر مشي من الشغل بتاعه لأنه اكتشف إنه بيشتغل في التهريب. وبيعرفه إن زعتر في علاقة ما بينه وما بين بنت أخته سهام، وكمان إنه عايز يتقدم لسهام عشان يتجوزها. فبيجري محمد بيه على البيت وبيعرفهم حقيقة زعتر وإنه كان نشال ودلوقتي بقى مهرب. تاني يوم بيبعت زغلول رجالة لمحل زعتر عشان يكسروا له المحل. وبعدها بيروح زعتر لسهام، ولما بتشوفه بتعرفه إنها عرفت حقيقته. ولما بيوصل محمد بيه لبيته بيعرف سهام إن زغلول بيه اتقدم علشان يتجوزها، بس سهام بترفض وبيحصل خناقة ما بين سهام وخالها. بيروح تاني يوم محمد بيه لزعتر في المحل بتاعه وبيهدده إنه ما يقربش من سهام تاني، خصوصا إنه عارف إنه بيشتغل في التهريب. تاني يوم بتقابل سهام زعتر وبتقوله إنها موافقة على الجواز حتى من غير موافقة خالها، فبيرفض زعتر لأنه بيعرف إنها موافقة بس عشان تهرب من خالها ومن جوازة زغلول بيه. وبياخدها زعتر وبيفتح لها محل باسمها عشان يبقى مصدر دخل ليها بعيد عن خالها. وفي بورسعيد بتقبض الجمارك على بضاعة زغلول. ولما بيحقق محمد بيه مع زغلول بيستخدم زغلول نفوذه واتصالاته وبيطلع منها. وبيطلع قرار بنقل محمد بيه الضابط لأسيوط كنوع من العقاب. ولما بيرجع محمد بيه لبيته بيعرف إن سهام جت في غيابه وأخدت أمها ومشيوا من البيت. ولما بيروح محمد بيه لمحل زعتر بتقف سهام قدامه وبتقوله إن زعتر هو اللي فتح لهم مصدر دخل وإنهم هيتجوزوا خلاص. وبيسيبهم محمد بيه وبيمشي. وبيخلص الفيلم على كده. لو عجبك الفيلم ما تنساش تدوس لايك وسبسكرايب وسيب لنا رأيك في كومنت. سلام.